تفضل يا أورهان، ما هو دينك؟ علوي. ما فيش شيء اسمه علوي، في نصيري. من وين انت؟ تعال، أتباع سيدنا علي. من وين انت؟ من سوريا. ليش تتكلم بهذه الطريقة؟ كيف أتكلم يا شيخ؟ تتكلمش وانت مرفوع الراس بهذه الطريقة. تتكلم بأدب. طريقتك مش طريقة واحد يعني يتكلم بأدب. فلذلك نعتذر يا شيخ. أي نعم، لما يكون أمامك مسلم من أهل السنة والجماعة تكلم بأدب، وإذا تكلمت بأدب نحترمك طبعا. أعتذر على يا كل شيخ. حال. مقبول اعتذارك. تفضل، ماذا تريد؟ شيخ، بس عندي سؤال، هل العلوي كافر؟ طبعا. نحن نشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى الذي يطعن في أم المؤمنين وفي عرضها ويقول القرآن محرف ويشرك علي بن أبي طالب يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بس أنا ما بطعن بالقرآن. ما هو أنتوا عندكم التقية زي مين؟ أبو كراسين كان بيصلي صلاة العيد وهو ما يعرفش حتى يصليها أصلا، صح ولا لا؟ شيخ، أركان الإسلام بأن شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة، صح؟ والزكاة والحج. تمام. ما رأيك في سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ علي يصلي. على راسي والله. أبو بكر وعثمان وعلي على رأسك. طبعا. طيب، ومعاوية بن أبي سفيان؟ ما نتكلم عليه. ما نتكلم عليه. هذه تقية على أصولها. ها؟ يعني أنا هلا إذا أنا كنت هذه بحب معاوية يعني أنا غير مسلم؟ تطعن في كاتب الوحي. معاوية رضي الله عنه اختاره. أنا ما طعنت فيه، أنا ما حكيت شيء عليه، أنا ما بحكي شيء عليه يا شيخ. أنت ما بتحكي شيء عليه لأنكم ما عندكم قدرة عليه. بس أنا ما طعنت فيه، أنا ما بحكي شيء عنه لمعاوية. ماشي، دقيقة أسألك سؤال بس. أنت عارف أنت تعرف ما في داخل كتب الشيعة النصيرية ولا لا؟ لا. خلاص، إذا كنت ما تعرف ما في داخل كتبهم إذا أنت كيف على مذهبهم؟ إحنا ما لنا مذهب شيعة، إحنا علوية. ما هو النصيرية فرقة من فرق الشيعة. الشيعة مقسمة. لا فرقة من فرق الشيعة. كيف فرقة؟ الشيعة دقيقة، الشيعة مقسمون، في الشيعة الإسماعيلية، في الشيعة النصيرية، في الشيعة الاثني عشرية، في يعني عدة فرق. حتى الزيدية يعتبرون من الشيعة. تمام. بس أنت من وين تحديدا؟ من سوريا؟ معلش. ما بحب أحكي من وين أنا. ليش ما تفخر بأصلك؟ طبعا، بس ما بحب أحكي، عندي تحفظ. عندك تحفظ. أنا سألتك سؤال يا شيخ، العلوي كافر؟ وأنا أجبتك نعم، النصيري الذي يعتقد بعقيدة النصيرية كافر. يعني أنا بس عندي سؤال، أنا بصلي وبشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما بسب الصحابي. هل عملت ما بسب الصحابي. معلش، ما بتسب إيش؟ ما بسب الصحابي أنا. طيب تمام. تستغيث بعلي بن أبي طالب ولا لا؟ بستغيث برب العالمين، هو فقط. القادر على كل شيء فقط. يعني ما بتقول يا حسين يا علي؟ يا حسين ما منقول يا حسين، احنا بس احنا بنحبه لسيدنا علي، ما هو من آل البيت. دقيقة، لا نتكلم عن المحبة فكلنا نحبه. لا نتكلم عن المحبة. أنا بسأل عن الاستغاثة. الاستغاثة لله. يعني تستغيث بالله وحده فقط؟ أقسم بالله أستغيث بالله فقط، أقسم بالله. خلاص، أنا إذا كانت عقيدتك هكذا ولا تطعن في الصحابة ولا تطعن في أمهات المؤمنين ولا تطعن في القرآن، إذن أصلا أنت لست نصيريا. أنا شيخ، احنا يا عزيزي ركز معي شوي. أنت لما تجيني تقول لي أنا أستغيث بالله فقط ولا أطعن في الصحابة ولا أطعن في أمهات المؤمنين ولا أطعن في القرآن ولا أشرك بالله، أنت لسه نصيريا هكذا. أمي وبي علوية. اسمعني بس. أمي وبي علوية. ما عندي علاقة بأبيك وأمك، أنا بتكلم عنك أنت. لدرجة لو أنت ذهبت إلى سادة النصيرية أو يعني الرؤوس بتاعين النصيرية هيقول لك أنت مش نصيري، لأن هذه مش عقيدتنا. أنت هكذا تعتقد بعقيدة أهل السنة والجماعة. ما كل يا شيخ، ما كل الطائفة العلوية مثل ما أنت مفكر، ما كل العلويين. يا ابني سؤال. أنا دارس الفرق والمذاهب من زمان. تمام. يعني لا تحاول إيش إنك أنت، مش تقليلا منك بس ما تحاولش يعني إنك تعلمني في شيء أصلا هو تخصصي. عقيدة النصيرية معروفة، في كتبهم يصرحون بتأليه علي بن أبي طالب. احنا بنحبه ما بنقلبه. يا رب العالمين.
يا أخي شيخ أنت بس لا تفهم. يا اعطيني أخي أنت لا اعطيني تفهم، لذلك أنت مش عقيدة أنت عقيدتك ليست نصيرية إذا هكذا. شيخ، انت عم تقول انت دارس ديني صح؟ انت دارس مذهبي. شكرا. اعطيني. حاضر، حاعطيك إن شاء الله. هلا أنا أحب أن أستفسر عن ديانات أخرى، وأنا خصوصا أني لبناني. تعرف في لبنان يوجد العديد من الطوائف، ويوجد الكثير من الطائفة الشيعية والسنية. فأنا أريد أن أعرف منك، هلا أنا حسب ما أعلم أن الطائفة السنية أو الدين الإسلامي السني أتى أولا، لكن لا أعلم إذا معلوماتي صحيحة أو لا. ولكن ما سمعته أنه عندما كان الرسول مريضا وقبل أن يتوفى، كان يوجد جدال أن من سيأتي مكانه، طيب معلش، ومن عفوا هناك بس، بدأت عفوا بس، المعركة. عفوا لحظة بس. أنت ما هي طائفتك؟ أنا أرثوذكس. يعني حضرتك تارك الأرثوذكس الأقباط والأرثوذكس الأحباش والأرثوذكس السريان والروم الأرثوذكس والكاثوليك وانقسامات الكاثوليك والبروتستانت وانقسامات البروتستانت والأرثوذكس وانقسامات الأرثوذكس وشهود يهوه وما تفرع عن شهود يهوه، وقتال الطوائف النصرانية منذ أن بدأت النصرانية إلى اليوم، وانشقاق الكنيسة في القرن الخامس الميلادي، ونشأة الطائفة البروتستانتية الإنجيلية في القرن الخامس عشر الميلادي. تارك هالطبيخة السوداء النودة هذه كلها، وجاي تريد أن تستفسر عن السنة والشيعة؟ يا حبيبي أنا ما عنديش مشكلة أجيبك، لكن شيخ، ما أنا بدي أعرف منك، لأنه أنت تعلم بهذه. أنا سأجيبك، لكن أريد أن أنصحك. المسيح يقول في كتابك، يعني معنى النص، قبل أن تشيل القذى الذي في عين أخيك شيلها من عينك أولا. بمعنى ركز في حياتك أنت وفي اختلافاتكم أنتم وفي طحنكم أنتم لبعضكم، واقرأ التاريخ الطائفي على مر التاريخ النصراني، وبعد ذلك بإمكانك أن تسأل عن السنة والشيعة. هذا يعني المفروض التصرف الصحيح، لكن ما علينا، سأجيبك. في الحقيقة في الإسلام لا يوجد شيء اسمه على الحقيقة سني وشيعي، أو مسلم سني ومسلم شيعي. الحقيقة عندنا مسلم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خالف هذين المصدرين ليس بمسلم أصلا، ليس بمسلم أصلا. بمعنى واحد يقول القرآن محرف، أنا هذا مش حقول عنه يتبع إسلامي كذا وكذا، هذا كافر، قضي الأمر. واحد يقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زانية، ما أقول هذا مذهب فقهي وعقائدي إسلامي، هذا كافر، ما فيش قولا واحدا. واحد مكملها لي يا علي يا حسين يا عباس يا مدري من يا مدري كذا، ويدعوه من دون الله عز وجل ويعبده من دون الله عز وجل، هذا لا يسمى طائفة أو مذهبا ينسب نفسه إلى الإسلام، هذا ليس مسلما أصلا. فبالتالي أنا عندي قاعدة، في عندك القرآن الكريم وفي عندك السنة النبوية، ممتاز. الذي يتبع هذين المصدرين اسمه مسلم، يخالف هذين المصدرين أو ينكر معلوما من الدين بالضرورة مذكور في هذين المصدرين يخرج عن ملة الإسلام. فما عندناش نحن هذه التقسيمات، وإن كانت كمسميات موجودة، في ناس اسمهم شيعة، في ناس اسمهم معتزلة، في ناس اسمهم كذا، نحن نعلم ذلك كمسميات موجودة، لكن أنا أكلمك عن واقع. كحقيقة هذه المسميات في الدين مش موجودة. أنا الدين عندي واضح، هذا القرآن الكريم وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تتبعها أنت مسلم، تخالفها ليش علاقة بتسميتك، مسماك ما هو بالضبط مش موضوعي هذا. ما عندنا شيء اسمه شيعة في الإسلام. من هؤلاء الشيعة؟ متى تكلم عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما نعرفه، لا نعرف شيئا في ديننا اسمه شيعة. حتى كلمة شيعة في القرآن الكريم لم تأتي إلا على سبيل المذمة، الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم. يعني حتى كلمة شيعة في القرآن الكريم لم ترد إلا على سبيل الذم والانتقاص، وأنهم يفرقون الدين. فأنا ديني واضح، عندي قرآن وعندي سنة، من يتبعه على العين والرأس أنت مسلم، أهلا وسهلا، واضح.
يا شيخ أنا بوافقك بالرأي، بس أنا سؤالي هو إنه كيف نشأت، إنه شو صار في شيعة. إذا تقصد الدين الذي يسمي نفسه شيعة اليوم، هذه نشأت في فتنة كانت في زمن سيدنا عثمان بن عفان. كان هنالك مجموعة من المنافقين يرأسهم شخص اسمه عبد الله بن سبأ، وهذا الشخص كان يهوديا وتظاهر بالإسلام، وكون مجموعة وقام بقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك هذا الشخص صار يمجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ليس على سبيل المحبة وإنما على سبيل تفرقة المسلمين. وكان علي بن أبي طالب لا يحبه ويعاديه أصلا، وكان ينادي بتأليه علي بن أبي طالب. يعني أحفاده اليوم لو تكتب على اليوتيوب علي خالق الكون حيظهروا لك أحفاد اليوم، حتسمع أحفاده يقولون علي خالق الكون. ستسمع أحفاده اليوم يقولون علي جاعل الأرض مهادا وبان فوقنا سبعا شدادا. أحفاد هؤلاء أحفاد عبد الله بن سبأ الذي نادى بتأليه علي بن أبي طالب. اكتب بس على اليوتيوب اليوم علي خالق الكون، انظر كم مقطع سيظهر لك لأحفاد وأبناء عبد الله بن سبأ. اكتب على الجوجل علي ربنا يوم القيامة، سيظهر لك مجموعة من أناس يضعون على رؤوسهم دلاع وبطيخ أبيض وأسود يقولون علي ربنا يوم القيامة. فهؤلاء أحفاد شخص اسمه عبد الله بن سبأ أله علي بن أبي طالب في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. من ذلك الوقت ظهر هذا الدين أو هذه الطائفة، وظهرت كمحاولة لتفرقة المسلمين ولتقسيم المسلمين والطعن في المسلمين من الداخل. يعني تعرف أنت الشخص لما يكون عدو من الخارج، العدو الخارجي يعلمه الجميع، لكن لما يكون عدو داخلي خاصة لما يكون هذا العدو الداخلي يوهمك أنه هو يدافع عن مقدسات المسلمين، هو أصلا لا يؤمن بها مقدسات المسلمين هذه في الواقع، لكن يوهمك للتجارة بها، يوهمك أنه يدافع عنها ليجعلك تابعا لهم. فهذا أخطر من العدو الخارجي، لأن العدو الخارجي الجميع يتفق على بغضه وعداوته، لكن لما يظهر لك واحد من الداخل بصورة داخلية ويظهر لك أنه يدافع عن مقدسات المسلمين وكذا، وهو أصلا لا يؤمن بها مقدسات المسلمين. يعني على سبيل المثال المسجد الأقصى المبارك بالتصريح في كتب الشيعة هو مسجد في السماء، هذه ممكن لا يعلمها كثير من الناس. الكتب المعتمدة عند الشيعة المسجد الأقصى ليس هو الذي في القدس عند الشيعة، وهذه معلومة اذهبوا تأكدوا منها. ما المسجد الأقصى، أنا والله لو المقطع بس. يسأل الإمام الصادق عليه السلام أين هو المسجد الأقصى؟ هل الذي في فلسطين؟ قال لا، هو في السماء الرابعة. المسجد الأقصى في السماء الرابعة. المسجد الأقصى عند الشيعة في السماء الرابعة، مش هو الذي في فلسطين. يعني فيلق القدس، ما فيلق القدس، بيلق القدس، كيلق، كله كلام فارغ. تمام، يعني بس عشان نكونوا إيش واضحين. طيب عندك سؤال آخر يا ايه يا شيخ، هلا بس سؤال. هلا هذا علي اللي تكلمت عنه هو حفيد الرسول صح؟ من هو اللي حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ علي؟ لا، علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته. من هو حفيد الرسول عند الشيعة يحبونه كثيرا؟ هم لا حسين يحبون يمكن؟ هم لا يحبون أحدا من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يغالون فيهم زي ما أنتم تغالون في المسيح، جعلتموه إلها وربا وظننتم أن هذا حب. هذا ليس حبا، هذا غلو اسمه. لذلك الله عز وجل حذر من الغلو في القرآن الكريم، قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو هو رفع الشخص مكانة فوق المكانة التي هو عليها. أما إذا قلت تقصد يزعمون حبهم كذبا وزورا، هم الحسن والحسين. طبعا الحسن بالدرجة الأولى، عفوا الحسن لا يكادون يذكرونه أصلا. ليش؟ لأن الحسن سلم الخلافة لمعاوية رضي الله عنه.
يعدونه إماما لكن لا يذكرونه كثيرا. دائما الحسين الحسين الحسين. الحسن يعني الحسن عند الشيعة زي الروح القدس عند النصارى. الروح القدس عند النصارى الإله المسكين، والحسن عند الشيعة الإمام المسكين. يعني محدش يا أخي مجرد اسم بس هكذا موجود. لذلك عمركم سمعتم النصارى الشيعة يذكرون الحسن دائما الحسين 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 الحسين. ما فيش الحسن مجرد إمام عندهم هكذا صورة، بس دائما يا حسين يا عمركم سمعتم يا حسن قالوا؟ لا. ليش؟ لأن في شوية يعني مشاكل بينهم وبين الحسن. الحسن رضي الله عنه هو الذي أعطى الخلافة لمعاوية، فهم شايلين منه بس يعني مكسوفين في نفس الوقت، يعني ما بين أمرين، حايرين ما بين أمرين. فهمتم كيف؟ شايلين منه. ما هو أصلا حتى أحد الشيعة في زمن الحسن رضي الله عنه دخل عليه وقال له كلمته الشهيرة، قال له السلام عليك يا مذل المؤمنين. ليش قال يا مذل؟ قالها للحسن. أحد الشيعة في زمن الحسن رضي الله عنه دخل وقال له السلام عليك يا مذل المؤمنين، مش يا أمير المؤمنين. ليش؟ لأن الحسن بايع وأعطى الخلافة لمعاوية. طبعا معاوية هو العدو اللدود عندهم. يعني يا شيخ السؤال اللي سألتك إياه والله ما بالأول عاد إنه عرفتك أنت نصراني ولا شيعي. يا أخي أنت نصراني، حورني في الأمور النصرانية. خلاص لا أنا والله بس بدي أستفسر منك. خلاص إذا خلاص زعجتك تمام، شكرا. خلينا نتناقش في الأمور النصرانية. جاوبتك على تفصيليا على الشيعة، طيب خلي الشيعة تفضل. يحورني فيها. طيب عندك شيء تريد أن تسأل عنه في لا النصرانية؟ لا لا أنا بس بحب أتسقف منك لأنه بحب أتعلم على غير ديانات، فشكرا يا أهلا شيخ. وسهلا يا حبيبي. مع حبيبي السلامة مع السلامة. عاد نصراني ويناقشك في أمور شيعية كيف جت هذه؟ أي نعم هو محترم وكذا، بس ناقشني في أمور في الإسلام. تعال عجبتك يلا ورينا أنت الحقيقة. ما دينك أنت؟ أنا مسيحي أرثوذكسي. حلو جدا. هل الحقيقة في المسيحية؟ طبعا. اثبت لنا يلا. إثبات بسيط جدا. يلا ورينا. جميل. السيد المسيح قال إيه؟ قال إيه؟ لا يحتاج الأصحاء إلى الطبيب بل المرضى. أيوه وبعدين؟ جئت لم آتي لأدعو أبرارا مم. بل خطاة إلى التوبة. أيوه وبعدين؟ ده اللي قاله السيد المسيح. أيوه بعد وبعدين؟ كده رحت لقيت تاني في كتاب بيقول إيه؟ إن الذين كفروا سواء عليك أنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا كتاب بوذي، هذا مش قرآن على فكرة الذي تقرأه. هذا ليس قرآن الذي تقرأه. يؤمنون تقول خانقتك العبرة. معلش كأن خانقتك العبرة. اهدأ شوي. أنا سألتك أنت مش ليش ما جاوبوش على السؤال؟ أنا ما هو سؤالي؟ أثبت لنا أن النصرانية. طب انت اثبت لك وانت بتعمل. اسمع السؤال يا متصل. أثبت لنا أن النصرانية حق. جاوبتش أنت على السؤال. الأصحاء لا يحتاجون إلى أطباء ولا لا؟ قاعدين في مستشفى نحن. أثبت لنا أن النصرانية حق. يلا أعطينا الدليل علمي عقلي منطقي إن هي حق. تفضل قبل ما ننتقل للقرآن الكريم. يلا. انا قلت لحضرتك جاء يدعو الخطاة الى التوبة. طب هذا دليل ان هي على حق يعني؟ عايز طبعا. امال هو الله. هذا دليل انها على حق. الله الله الله. شوي واحدة بس واحدة. الله. كم الله عندك؟ ما تكتموش عليه الصوت، خلوه إذا عصى الإنسان الله أصبح خاطئ. لازم يرجع لربنا. اهدى بس اهدى. كم الله عندك أنت في النصرانية؟ اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. لكن سفر المزامير 110 يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. قانون الإيمان الله. اسمع قانون الإيمان عندك يقول إله من إله. كم إله هكذا؟ طيب أنت عايز تدخل في الصفات الإلهة ونبعد عن الحق. احنا كنا نتكلم في الحق. حولت لي النقطة. خلص نقطة الحق وارجع لله. اخفض صوتك. ما ترفعش صوتك هنا. تمام؟ اخفض صوتك ليه ولا صوتك. اخفض صوتك. خلينا بس نرجع. اخفض صوتك. ما زلنا في الموضوع. ما هذا دليل ان النصرانية ليست حقا. دليل ان النصرانية ليست حقا. تمام؟ يا زيزو اسمع لا تقاطع يا زيزو. خلي زيزو انت يا حبيبي بالع راديو يا بابا. خلينا نتناقش نقاش علمي هادئ. واحدة. قانون الإيمان عندك يقول إله حق من إله حق. كم إله هكذا؟ يلا جاوب.
طب احنا ما خلصناش اجابه السؤال الاول، الحق. يا حبيبي نحن في نفس الموضوع، ما هذا دليل ان النصرانيه باطل مش حق. لا معلش، انا هقول انت سالتني فين الدليل على الحق، انا هديك دليل على الحق، سيبني اقول طيب دليل. ماشي، ما هو الدليل؟ دقيقه، انا لما اقول لك اعطيني دليل ان النصرانيه حق، يعني اعطيني دليل ان هذا الكتاب من عند الله اللي هو كتابك هذا. اعطيني استاذي دليل انت ان هذا سالتني الكتاب قلت من لي عند ايه الله. الدليل اللي عندك اللي انت مؤمن بيه ان المسيحيه على حق. انا حجيب لك مش كويس؟ انا مش لفكرك، اسمع لفكري. يا عمي جاوبني قلت على السؤال. فكر لحضرتك، ايه؟ ما جاوبني انا على هجاوبك على السؤال. السؤال اهو، ان ايوه، المسيحيه اسمع سؤالي. تدعو سمعت سؤالي؟ الخطاه الى يا التوبه. ابني مالي ومال الخطاة، انا مش بسألك عن الخطاة، انا بسألك كتابك اعطيني دليل ان هو من هو عند الانسان الله. لما عصى ربه يا بعد عنه. بابا، يا بابا، هو اي كتاب مكتوب فيه ادعو الخطاة الى التوبة معناته يصير من عند الله؟ بطل هري يا حبيبي، انا بسألك اديني دليل منطقي علمي عقلي ان كتابك من عند الله. استاذ انا هعمل ميوت لغايه ما حضرتك تخلص، بس انا لو سؤالي سمحت بسيط لما اجي جدا. اجاوب ما تقاطعنيش، وانا اجابتي بسيطه. انا سؤالي بسيط جدا، هات لي دليل منطقي علمي ان كتابك من عند الله. تفضل يلا. انا هديك الدليل المنطقي ان الله هيجازي الانسان الخاطئ بالهلاك، فالله مش عايز يهلك البشر، مش عايز أيوة. خطاه، يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يبعتهم رساله تدعيهم الى لا مش هبعت لهم رساله، لا يبعت توبه. له ابنه. لا 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 لا, لا. ما تكذبش على انا الناس. هقول لك انا لا ما هي ما تكذبش على الناس. يبعت لهم ابنه فيصير استاذ اخلص يا كلامي، حبيبي اهدى، اسكت واسمع. ما تكذبش على الناس. لا هو ما بعثش رساله، اخلص كلامي هو وبعد بعث. لا 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 لا، هو بعث ابنه فصلب وقتل، وابنه ما عملش حاجه، وهذا الذي عمله. تمام، هذا الذي فعله. يلا كمل. جميل. بعد ابنه عشان أيوة. الانسان الخاطئ اللي خطيته دي تهلكه يرجع الخطيئه هذه تاني منين جابها؟ الخطيئه هذه منين جابها الانسان؟ ثواني، لا ما تقطعنيش بقى. لما رحت يا عم ما بقى قطعتكش، انا بسالك. الخطيئه دي منين جابها الانسان؟ اكيد الله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يا يهدي القوم حبيبي ما الفاسقين. تشوشش. انت بتنتقل من نقطه لنقطه. الله لا يهدي القوم. طب يلا يلا روح يهدي. ها يهدي يا عم. ده امشي يلا، كبس تحت، امشي امشي. انت مش بتاع حوار انت. يقفز من نقطه الى نقطه زي الكنغر بالضبط، يقفز من نقطه الى نقطه. قاعدين نتناقش في نقطه معينه. الله لا يهدي. يهدي مين؟ الله يهدك على راسك. اي يهدي؟ حتى قراءه ما تعرفش تقرا، فما بالك حتفهم الايه. يعني القراءه انت مش عارف تقراها الايه اصلا. يعني لا يعرفون القراءه اصلا، قراءه الايه ما يعرفوش يقراوها، وبعدين تجده معترض على الايه. ايش دخلها اصلا؟ ما علاقه هذه الايه في الموضوع؟ سالناه عن اله من اله، وقال الرب لربي. طبعا هذا مستحيل يجاوبوا عليه. قلنا له اين الدليل ان كتابك، دليل منطقي عقلي علمي ان كتابك من عند الله؟ الله لا يريد ان يهلك البشر، فارسل ابنه عشان يتصلب على الصليب، عشان يغفر لهم الخطيه اللي ورثوها من ادم، اللي هم ما لهمش دعوه بيها اصلا، ورثوها من ادم. ده كده المسيحيه حق يا جماعه. الله اكبر. قوه الدليل خلتنا ننزل من البث. قوه الدليل خلتنا ننزل من البث. شايفين منطقيه النصراني؟ شايفين منطقيه النصراني؟ يعني سالناه ما الدليل ان كتابك من عند الله؟ هذا هو الجواب الذي جاوب. بعدين ان الله لا يهدي. يهدي مين؟ يهدي مين يا ابن يهدي انت؟ والله العظيم يا والله الواحد يتمنى ان يحاور منهم واحد عاقل، لكن ما فيش. العقلاء منهم كلهم اسلموا تقريبا او على وشك ان يسلموا. أنا شيعية. تفضلي. أريد أن تفسر لي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا من علي. هذا السؤال الأول، صدق رسول الله. السؤال الثاني: كل بدعة ضلالها وكل ضلالة في النار. ثواني. كل ماذا؟ كل برعة ضلالها وكل ضلالها في النار. قال العمر دقيقة بس. ايش؟ دقيقة بس. دقيقة. كل برعة. لا بس شوي عليها، شوي. انت كم عمرك يا بنتي؟ انت كم عمرك؟ 13. صغيرة في السن. طيب القراءة ليست هكذا يا بنتي. القراءة كل بدعة. تمام؟ نعم. تفضل. أنت أتوقع أنك عرفت الحديث
أو أكمل؟ أي نعرف الحديث، ما السؤال عنه؟ عمر بن الخطاب هو الذي يعني بدعة صلاة التراويح، صح أم خطأ؟ لا، صلاة التراويح كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري، كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس عليها يوم أو اثنين، لكن ثم بعد ذلك صار يصليها بشكل منفرد حتى لا يظن الناس أنها فرض جماعة. بعدين شيعية وتتكلم عن البدع. طيب وما رأيك في الزحف والتطيين والتطبير واللطم والمتعة، ها، والزحف اليوم الأربعين هذه أو الأربعين هذه وكل هذا، هذه ليست بدع هذه؟ والأمر الآخر الشهادة الثالثة في الأذان عندكم، روحي نعم. ساري عليها المعمم اللي قاعد يسرق منكم في الخمس، قولي له مولانا، قولي له مولانا، هل علي بن أبي طالب قال الشهادة الثالثة في الأذان أشهد أن عليا ولي الله؟ روحي كلا. كلا، يعني لم يقل علي بن أبي طالب ولم يفعل علي بن أبي طالب هذه الطريقة في الأذان. نعم. إذن من أين ابتدعتموها؟ لأن الرسول قال علي مني وأنا من علي، فلذلك طيب وين كما المشكلة؟ نذكر علي مني وأنا من علي، وين الاستدلال؟ ماشي، يعني هذه لمكانة علي بن أبي طالب، هذه لمكانة علي بن أبي طالب رضي الله عنه العالية، ونحن نؤمن بذلك ونحب علي رضي الله عنه. علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم منه، هذه وين المشكلة يعني؟ هذا لمكانته العظيمة. ماذا تريدين يعني من الحديث يعني مثلا؟ يعني كما نذكر الرسول نذكر الإمام علي، إيش؟ كما نذكر الرسول نذكر الإمام علي، لأنه هو قال علي مني وأنا من علي. كما نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم نذكر علي؟ نعم. يعني كيف كما نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم نذكر علي؟ في طيب الإذان يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه في الصلاة، هل نصلي على علي بن أبي طالب في الصلاة؟ لا. ما أنت قلت الآن كما نذكر علي النبي صلى الله عليه وسلم نذكر علي. فقط في الإذان. ومنين جبتي هذه فقط في الأذان؟ يعني هذا التخصيص ما شاء الله من أين جبتي؟ من أين أتيت به؟ الله يهديك يا بنتي. المعمم اللي يصرف منكم الخمس ما تنسيش تسألين من أين جاء بالشهادة الثالثة في الأذان.